سلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وبألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الكوكيز وهنقسمها لمثلثات كده زي مثلثات التشيز كيك، وكمان هنعرف مع بعض ازاي نبيعها للكافيهات وسعر البيع ايه والتكلفة والمكسب فيها كمان. تعالي على طول نبتدي الفيديو لان طعمها تحفة وسعرها تحفتين. اول حاجة انا معايا هنا صينية مقاس 26، الصينية بتاعت التشيز كيك اللي بتتفتح. هحط فيها من تحت عبارة عن كيس كده عادي خالص من أكياس المطبخ، وهقفل الكادر بتاع الصينية عشان خاطر عايزة أعمل طبقة النوتيلا اللي هتبقى بين طبقات الكوكيز. هبتدي أحط 300 جرام من النوتيلا، 300 جرام مناسبة قوي للصينية دي للحجم يعني بتاع كمية النوتيلا اللي هتكون في النص. هفردها كده ومش هوصل للآخر، يعني مقاس الصينية عندي 26، لما افرد ال 300 جرام دول وما اوصلش للآخر يبقى مقاس قطعة النوتيلا اللي عندي دي مقاسها 24. هدخلها الفريزر. جميل جميل. بس الأول هفك الكادر واشيلها كده بمنتهى السهولة، ازحلقها وادخلها الفريزر. تعالي بقى نشوف المقادير اللي عندي. انا معايا 300 جرام من الدقيق، وكمان معايا 200 جرام من الزبدة. الزبدة طبعا طرية بدرجة حرارة الغرفة، وكمان معايا 140 جرام من السكر، ومعايا بيضتين، وكمان معايا 2 كيس فانيليا، وكمان معايا نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا يعني 4 جرام، وكمان معايا 50 جرام من العسل الاسود يعني معلقتين من العسل الاسود اللي هو عسل القصب. هنزل بقى العسل كده على السكر واقلبهم تقليبة حلوة عشان انا عايزة اعمل بديل للسكر البني يديني نفس الطعم ونفس النكهة. طبعا يعني مش نفس القيمة الغذائية، لكن عشان السكر البني غالي شوية فاحنا هنعمل بديل اقتصادي ليه بالعسل الاسود وشوية السكر اللي عندي. دلوقتي بقى هنزل الزبدة كده اللي بدرجة حرارة الغرفة، وانزل معاها شوية السكر اللي عندي. هديهم بقى ضربتين 3 كده في العجان عشان خاطر بس القوام الى حد ما ينفش شوية معايا. هو مش هينفش اوفر يعني، لان طبعا السكر اللي هنا سكر خشن مش سكر بودرة. هبتدي بقى اضربها كويس كويس كده لحد ما عشان خاطر بس اللون يفتح معايا شوية. وبعد كده هنزل بالبيض اللي عندي، بيضة بيضة تنزل بيضة وتختفي، وبعدين ابدا انزل البيضة التانية. طبعا مش هنسى الفانيليا. الاول بس بجمع كده الزبدة اللي كانت على الجوانب عشان خاطر كله يختلط كويس قوي، وبعدين نزلت البيضة التانية وشوية الفانيليا اللي معايا. هضربها برضو ضربتين لغاية لما البيضة اللي عندي دي قوامها هيروح خالص معايا، وابتدي بعد كده انزل المكونات الجافة. المقادير سهلة قوي ولطيفة، مفيش فيها اي افتكاسات يعني، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. واول ما البيض اللي عندي يختفي كده هبتدي بقى انزل معايا بالدقيق. الدقيق اللي عندي زي ما قلت لك هو 300 جرام من الدقيق. يا دوب بس يختلطوا كويس كده ويختفوا في الزبده وشكرا، مش هكمل عجنه اكتر من كده، كده خلاص حلو قوي. كمان هنزل بنص المعلقه الصغيره من البيكنج صودا، ودي مهمه طبعا عشان الكوكيز اللي عندك ما يتكبس كده في الصينيه. وبعدين هنزل اخر حاجه خالص 25 جرام من الشوكليت شيبس، وهسيب 25 جرام عشان خاطر في الاخر خالص احطهم فوق الوش. وبعدين يا ست الكل هتبداي تفردي كده ورقه من ورق الزبده في الصينيه من تحت، وتحطي كيس في ايديكي وتبداي بقى تفردي كده عجينه الكوكيز بالتساوي في القالب بتاعك او في الصينيه اللي عندك. طيب انتي عامله روعه الكوكيز دي في مقاس صينيه 26. ينفع اعملها لغايه كام؟ ينفع تعمليها لغايه 30، يعني ينفع تعملي صينيه 26 28 30 زي ما انتي حابه، مفيش اي مشكله. وبعدين طلعت قطعة النوتيلا اللي جمدت عندي في الفريزر بعد حوالي ساعتين كده. طبعا اتشالت بمنتهى السهولة من الكيس، قلبتها بزي ما هي وحطيت بقية كمية الكوكيز فوقها. يعني عجينة الكوكيز انا قسمتها على مرتين، شوية من تحت وشوية من فوق. هبتدي برضو افردها كده بمنتهى السهولة والسلاسة. طبعا هتتفرد معايا كويس قوي لان النوتيلا كانت في الفريزر ومتجمدة. هساوي السطح وهبتدي احط شوية شوكليت شيبس اللي كانوا لسه فاضلين معايا اللي هم 25 جرام من الشوكليت شيبس. حاولت اخلي الموضوع اقتصادي قوي، ما كترش في الشوكليت شيبس، ما احطش مثلا شوكولاته ميلك، كمان ما احطش سكر بني اصلي، لا سكر بني احنا عاملينه في البيت. دخلت الكوكيز اللي معايا قبل ما يستوي، دخلته الاول التلاجة يقعد نص ساعه عشان الزبده تشد، وبعد كده دخلته الفرن على درجه حراره 170، طبعا فرن سابق التسخين.
بيقعد حوالي نص ساعة، ما بشغلش الشواية ولا حاجة، هو اللون بيسحب على فوق لان هو ما شاء الله مليانة زبدة، فبيتحمر الوش وبتحمر القاعدة وبتبقى ممتازة جدا. بسيبها بس تبرد شوية وبعدين هبتدي اقطعها معاكي مثلثات. انا بقطعها مثلثات عشان دي صنف للكافيهات، فبيتقطع مثلثات وبيتحط في ايه بقى؟ بيتحط في العلب المثلثة اللي هي الشفافة بتاعت التشيز كيك والحاجات دي، بيتحط فيها. وتعالي بقى نشوف تسعيرها، وتعالي نشوف سعر بيعها ايه، وتعالي نشوف طعمها عامل ازاي، وكل الحاجات دي. اول حاجه هي بتقطع معاكي 10 قطع، بيبقى المقاس ممتاز قوي على مقاس العلب، وبالتالي بيبقى مظبوط، يعني كله اخد نفس القطعه تقريبا. وزي ما عودتكم معايا هسيبلك التسعير تحت في صندوق الوصف كامل ومفصل، سعر التكلفه وسعر البيع ونسبه ربحك فيها قد ايه. منه هيكون تسعير ومنه كمان هيكون مقادير. وبالنسبه للناس اللي بتسال انا ليه ما بعملش التسعير جوه الفيديو نفسه، لان الاسعار بتتغير، يعني السنه دي غير السنه اللي جايه، مش هقدر اغير في كلام انا قلته جوه الفيديو، ما عنديش الامكانيه دي، لكن عندي الامكانيه اني اغير في صندوق الوصف زي ما انا عايزه واجدد لك الاسعار اول باول، وبالطريقه دي انت المستفيده. لو عجبك الفيديو اوعي تنسي اللايك والشير، ما تنسوش ابدا تدعوا لاخواتكم وتتبرعوا لهم. التبرع طبعا مفتوح عن طريق بنك الطعام المصري وبنك الشفاء المصري ومؤسسه الزكاه في الازهر. وسائل التبرع كتير، ادعوا لاخواتكم ما تنسوهمش ابدا ابدا ابدا، وافتكروا دايما ان احنا مقاطعين وان ده اسلوب حياه. ربنا يوفقكم جميعا وصباحكم دايما زي الفل.